أيها المسلمون الكرام، أرأيت لو مت ودخلت قبرك وصارت النار قد فتحت لك والعياذ بالله، ما الذي يغلق عنك حر النار وأنت في قبرك؟ إنها الصدقة تأتي لتغلق النار عن أهل القبور وحرها، كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، فيا من يخاف حر القبور تصدقوا سلمكم الله، فإن حر القبور ينطفئ على أهله بسبب الصدقات. يا من له أموات وأقرباء، آباء وأمهات، إخوان وأخوات، أصدقاء وأحباء، تصدقوا بنية الثواب لهم، فإنهم ينتفعون بالصدقة غاية الانتفاع. وهكذا إذا بعث الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى ذهبت التجارات والملك، ذهب المال والجمال، ذهب كل شيء، بقيت الصدقة فقط. تأتي الصدقة يوم القيامة لتضلل على أصحابها، الصدقة الخالصة، الصدقة التي لم يتبعها منا ولا أذى، الصدقة التي يتصدق صاحبها بها وهو ينظر إلى السماء وإلى عطاء الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني السابق بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: وإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قال يزيد أو قال يزيد وهو أحد رواية هذا الحديث، قال: فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بصلة أو كعكة. سبحان الله، يريدون ظلالا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحدنا الآن لا يطيق الجلوس في الشمس وقت بسيط، كيف إذا دنت الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل وعرق الناس غاية العرق وسال العرق في أجسادهم أودية؟ ما الذي ينجيهم من هذا العناء إلا الصدقة ورضا الله سبحانه وتعالى. الصدقة أيها الناس تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإن مما يطفئ غضب الرب الصدقات، عند أن يرى عباده يتراحمون، عند أن يرى عباده يرحم بعضهم بعضا، يشفق بعضهم على بعض، يقتطع بعضهم من ماله حتى يواسي أخاه فيسد جوعته ويسدد دينه وينفس كربه وييسر على معسر. وهكذا الصدقات والحسنات، عند أن يرى الله جل وعلا الناس يخرجونها تطفئ غضب الرب جل وعلا. جاء عند الإمام ابن حبان من حديث معاوية بن حيدة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، الحياة مليئة بالمصائب والابتلاءات. اليوم أنت غني وغدا فقير، اليوم معك غدا ليس معك شيء، اليوم صحيح غدا فقير، اليوم قاعد هنا في المسجد غدا على السرير في المستشفى. فتصدقوا حتى يصرف الله عنكم البلايا والشرور والآفات. فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وكم رأينا من أناس من أهل الصدقات والإحسان تحصل حوادث لهم مريعة، فتقول: كيف خرج بعد هذا الحادث العظيم القاتل؟ كيف خرج؟ الجواب: خرج لأن مصارع السوء تدفع بالصدقات، ولقد كان من أهل الصدقات.